طيب، انا عندي تعقيب على كلام البرهان. اللي بيشيد فيه بابناء المسيريه وبيقول هم النواه الحقيقيه للمؤسسه العسكريه. انا دار اديك رد، اتمنى انه يصلك. اول حاجه مما بدات الحرب اللعينه دي، اول زول انت اتهمتنا نحن انه ما سودانيين وانت عرب شتات ولا عندنا حق في الدوله السودانيه. نكرتنا عديل، اصدرت قرار بسحب الجنسيه من ضمن القبائل اللي انت ذكرتها المسيريه. انت اصدرت قرار بسحب الجنسيه مننا، دي حاجه. واصدرت قرارات بتاعت حكم على اي زول انت من الدعم السريع من المسيريه كده من غير اي وجه حق. الحاجه الثانيه، بتضرب في حواضننا وفي اهلنا بقرارات من الاصطرافي من ابواق النظام، بتدقوا في اهلنا من غير اي سبب. عندنا ناس الليله لا بينتموا للدعم السريع ولا بينتموا للجيش، مواطنين عزل عايشين، انتوا بتيجي تضربون بالطيران. دي حاجه. الحاجه الثانيه والرساله اللي انا داير اقولها لك، ان احنا ابنائنا ابناء المسيريه اللي فقدناهم قبل الحرب دي، فقدناهم في اصطدام كثير جدا باسبابكم انتوا الكيزان. ان احنا ما في اسره ما فقدت 2 ولا 3 من ابناء المسيريه، ونحن كنا مساندين قوات الشعب المسلحه وكنا مغشوشين طيله هذه الفتره. اول ما بدات الحرب انت تبرأت مننا ونكرتنا وقلت ما سودانيين. الليله لما نشد عليك الخناق بتقول ابناء المسيريه هم نواة المؤسسه العسكريه. برهان عليك الله، اديني قائد واحد من قيادات الشعب المسلحه دي، اديني قائد نزيه، ما قائد كوز، قائد نزيه من ابناء المسيريه. انا شايف لاول مره ممكن انكم تعدلوا، والعداله ذاتها وراها مآرب اخرى، انه الكليه الحربيه تخرج دفعه كلها شيريه. اول مره. وخرجتهم لاسباب معينه برضه عشان تودوهم المقدمه وتنتهوا منهم. بتيجي تقول المسيريه عليك الله يا برهان، عندك بنت عمك اليوم الليله قاعد تشرب مع البقر وانت زول غايد. عليك الله يا برهان، عندك واحده من اعيان اسرتك اليوم الليله ماتت بتعسر ولاده، ما لاقي لها دايه ولا لاقي لها مستشفى، ولا حتى خليك من المستشفى، دايه البسيطه اللي بيقول عليها دايه حبل دي ما لاقينا لها. عليك الله يا برهان، اليوم الليله عندك زول من اعيانك ومن افراد اسرتك قاعد يموت بسوء تغذيه، قاعد يموت بعدم دواء، قاعد يموت بلدغه عقرب. انا بقول لك يا برهان، المثل بيقول الغدر كان وقع كتر البتابة عيب. نحن اهلنا ضاعوا بسببكم انتوا الكيزان، والان القضيه اللي بتتمثل في السيد الغايد المشير محمد حمدان دقل ونحن خلفه. ودي رساله من هنا للسيد الغايد يا محمد حمدان، نحن والله خلفك، عز الله خلفك لاخر نفس، وحقنا ما بضيع، حقنا ما بضيع. نحن الآن في قضية بتشمل كل أبناء الهامش، نحن ورا القضية دي. لكن برضو في رسالة نديها لأي متربص يخطها في راسه ويخطها حلقة في أضانه. نحن والله كأبناء مسيرية الدولة السودانية إن شاء الله لو طلعت لبر الأمان، نحن الموارد تصل أهلنا وتصل كل الشعب السوداني، المدارس، المستشفيات، البنية التحتية. البجي وصي على البلد دي وبخط رجله بعد الدماء السفكت وبعد
الأرواح اللي قدمناها دي، يعني احنا ما بنجامل في حقنا تاني، ما بنجامل في حقنا نهائيا، مجاملة ما بنجامل ايا كان جا حكم الدولة السودانية دي. نحن التضحيات اللي قدمناها دي حقنا بناخده زينا وزي الشعب السوداني ده. مناطقنا طرق ما فيها يكون فيها طرق، مستشفيات ما فيها يكون فيها مستشفيات، صحة ما فيها يكون فيها صحة، يكون فيها تعليم. نحن اليوم الليلة ليوم الليلة يا جماعة الخير المرة تموت يا أخي عدم إسعافه للمستشفى، مريض يموت بعدم مواصلات، بعدم دواء. انت يا برهان الكورة كان في ملعبك، لكن الطمع والظلم ما خلاك تشوف. المسيرية الآن دولة، تعرف يعني شنو دولة؟ المسيرية الآن دولة من أجعص وأكبر القبائل في السودان. انت بتستهين بينا، انت بتهمشنا، انت بتطلعنا ما سودانيين، والليلة جاية تدغدغ في مشاعرنا. أملى يمينك وأملى قاشك. أنا بقول لك والله نحن سند للحق، ونحن سند للدولة السودانية، ونحن سند لأي زول داري يودي البلد دي لبر الأمان. انت إذا في خير فاصلح السودان، لو في خير انظر للشعب السوداني الطبقة ده البسيط الفضل الله انظر له، ده لو في خير. لكن نحن ما بنتراجع والله، ولا بنزحزح من قضيتنا. انا دي رسالة دار اقولها لك، والناس الان الجوق بيتكلموا باسم المسيرية دي، نحن ما بمثلونا وما بعنوا لنا شيء. دي الافراد يمثلوا انفسهم فقط. نحن الان انا بتكلم معاك، نحن كقيادات في الدعم السريع نحن بنمثل ابناء المسيرية في الدعم السريع، نحن بنمثل ابناء المسيرية في الدعم السريع، واي زول مناصر لقضية الدعم السريع من ابناء المسيرية نحن بنمثله. نسأل الله انه ربنا يصلح حال البلد ويطلع البلد لبر الامان ويصلح الوطن. والوطن ده فيه ثقافات متعددة وفيه قبائل متعددة. نسأل الله انه ربنا يجمعنا على كلمة رجل واحد، ونسأل الله انه نشوف بلدنا دي تطلع لبر الامان ونعيش اخوة في هذا الوطن الحبيب. لكن العنصرية والظلم عمره ما بقدم بلد ولا بقدم وطن. وأطمن كل الأخوان وأطمن كل الأحباب وكل الناس اللي تواصلت معي بخصوص الإصابة، لكم كل الشكر والتقدير، وأبشركم أنا بخير وفي خير والحمد لله رب العالمين، والأمور كلها طيبة. السلام عليكم ورحمة الله. أخوكم ود ملاح.